صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونخش في الموضوع على طول. فين تليفون محمود؟ تليفون محمود اللي ناس كتير قوي سالت عنه. تليفون محمود اللي اختفى فجاه كده وقال لك اصل انا معيش تليفون. معكش تليفون يا راجل؟ فين تليفون محمود؟ تليفون محمود كان عليه حاجات مهمه جدا، كان عليه صور ما بينه وما بين شهد كمان. راح فين بقى تليفون محمود؟ تليفون محمود ده كان عليه شغل، وكان عليه صور، وكان عليه فيديوهات، وكان عليه حاجات ما بينه وما بين شهد. كان عليه كوارث فعلا بصراحه. بس راح فين تليفون محمود؟ تليفون محمود متحرز. يعني ايه متحرز؟ يعني واخده او حجزه حد، بس الحد ده تقيل قوي. قال له لو عايزه يا حبيبي هات، يعني ادفع. الله، ده الموضوع كبير قوي. امال ايه؟ فين ال 300,000 75؟ يعني كان في 300,000 75، وقال لك ايه؟ دول اتسرقوا. والراجل يحلف بايمانات الله مش هو اللي سرقهم. وبرضك محمود يقول له لا انت الحرامي، انت اللي دخلت واحنا مش موجودين. ما هو دخل وانتوا مش موجودين ازاي وابو شهد كان بره؟ فطبعا الموضوع ده كله علشان ايه؟ علشان يداري الموضوع الاساسي او الموضوع الاصلي اللي هو موضوع الموبايل. الموبايل، ايوه، ما الموبايل كان عليه حاجات كتير قوي. الموبايل بتاع محمود ده اتحرز، يعني اتاخد، بس علشان يعني اللي خده يسكت خالص على الليله. عمل ايه؟ هات يا حبيبي ادفع علشان امسح لك، وكأن التليفون رجع ابيض يا ورد. وماله، خد حضرتك، بس المهم التليفون يرجع ابيض يا ورد. مين ده؟ هو نفس الشخص اللي وداهم وجابهم، هو نفس الشخص اللي قال لهم بلاش تطلعوا البطايق او بلاش تظهروا البطايق. كل ده نفس الشخص، والشخص ده اللي هنعرفه الجلسة الجاية. طيب خدوا بقى عندكم كمان الخبر ده. ايه الخبر ده؟ انتوا تعرفوا طبعا ان فاطمة الله يرحمها كانت لابسة اسدال. الاسدال ده كان اسود، وكانت رايحة بتغيير تايجر. طيب ايه بقى اللي كمان الجديد ان البيجامه اللي كانت لابساها ده اللي احنا سمعناه ايوه، البيجامه اللي كانت لابساها تحت الازدال دي كانت بتاعه شهد. يعني شهد اللي قالت لها خدي البسي البيجامه ديت لحد بكره، لان هم كانوا عاملين حسابهم ان هم هيمشوا، يعني مش هيبيتوا كده زي ما قالوا. هم قالوا كده، لكن محمود كان قايل لا، انا قلت طالما انا ضيفوني يومين انا كمان اضيفهم يومين. طب البيجامه؟ لا والله احنا سمعنا ان البيجامه دي بتاعت شهد اللي كانت لابساها تحت الاسدال، اللي هي مين؟ الفاطمه الله يرحمها. كل ده اخبار سمعناها. ما كل ما القضيه بتتاجل كل ما بيبقى فيه اخبار جديده يا جماعه. طب عايزين بقى احنا هنا نفهم نقطه واحده بس. طبعا هو الدكتور لما خدوا منه كلام بالعافيه قال ان كان في علامات في بطن الرجل، ده اثر ان هي حد شدها من تحت بطاطها كده قوي ورفعها لمكان تاني. طبعا ده اللي سمعناه، الحاجة الوحيدة او الحاجة الواضحة اللي احنا سمعناها من الدكتور اللي جه في المحكمة. طيب معنى كده ان هي خلصوا عليها في مكان ويطلعوها لفوق، دي طبعا حاجة احنا واثقين منها. طب لما طلعوها لفوق هدومهم اتبهدلت؟ هدومهم اتبهدلت طبعا، بدليل ان عبد الله احنا نيجي بس هنا النقطة لعبد الله اخو محمود. عبد الله طبعا مسك امه وقعد يقول لها سيبي في ايديكي بسرعه، وقعد يصرخ في وشها ويقول لها اغسلي هدومي دي بسرعه، اغسلي هدومي. وبقى يشد في امه وهي بتعمل ايه؟ وهي بتعمل المحشي وتنظف البط. ام فاطمه طبعا ما خدتش بالها خالص، وطبعا دخل استحمى وخرج تاني. الله، كل ده علشان بس التبن والتين والبهدله اللي كانوا فيها. طب تعالوا بقى كمان هنا نشوف حاجه. نشوف ايه؟ نشوف الجلابيه والهدوم. انا قلت لكم الف مره ان في الاوضه اللي كانت جنب فاطمه الله يرحمها فوق السطح كان في هدوم محطوطه. لما دعاء، في حد صور هناك مسرح الجريمه، ودعاء اتسالت ايه الهدوم ديت، قصدي شهد اتسالت ايه الهدوم ديت، قالت ايه؟ ده الهدوم دي هدوم قديمة. ده الهدوم كانت جديدة، وانا الف مرة انبه عن الموضوع ده. الهدوم دي كانت جديدة. الهدوم دي كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت هيثم. الهدوم اللي كانت فوق دي كانت هدوم هيثم. حد خايب باله من الهدوم؟ حد يتكلم عن الهدوم؟ سيبكم من الهدوم. لو تفريغ تليفون عبد الله، تفريغ
تليفون عبد الله، لان طبعا عبد الله هو اللي قايل لحماه الحق بسرعه انزل خبط على ابو فاطمه وقول له ان بنتك فاطمه الله يرحمها. صح كده؟ صح كده. تليفون عبد الله ده المفروض ان هو يتفرغ. طبعا دي حاجه عاديه خالص خالص ويقدروا يعملوها، اي محامي يقدر يعملها. طيب تليفون كمان ابو ندى اللي هو ابو خطيبه عبد الله، المفروض التليفون ده برضك يتفرغ. لا وتعالوا كمان السماد والكيماوي اللي هما كانوا بيجيبوه، طبعا لما راحوا فتشوا وسالوا قالوا ان ولا جم ولا راحوا ولا عملوا ولا كان اساسا اليوم دوت حد اتحرك من مكانه. الله، يعني ما حدش جه خد السماد؟ لا. طب نجلاء راحت المدرسه برضك؟ لا. كل ده ورق مع المحامين، المحامين اثبتوا ان نجلاء ما راحتش المدرسه في اليوم ده، وفي حد مضالها، واللي مضالها ده هو اللي اتكلم وحكى وقال. ما الناس اللي هناك مش طايقه خالص لا محمود ولا عيلته. لا وكمان ايه موضوع السماد والكيماوي برضك قالوا لا ما حدش جه ولا خد ولا جاب ولا كاميرات حتى صورتهم. لو خدوا بالكم كمان ان ام فاطمه اتكلمت وقالت للمحامي ان انا ولا بدور على بنتي فتحت الباب مره واحده لقيت مين؟ لقيت واتفاجئت بنجلاء. نجلاء اللي قالت لابو فاطمه روح قول لهم ان بنتك ماتت موته طبيعيه، بنتك ولا حصل فيها اي حاجه، بنتك ميته موته طبيعيه. ازاي موته طبيعيه؟ ومحمود كان بيقول ما حدش يجي جنبها علشان البصمات. ده بقى اللي احنا هنشوفه ونسمعه برضك المره الجايه. يعني معنى كده ان محمود كان حد ماسكه من ايده اللي بتوجعه علشان الحاجه اللي كانت على التليفون؟ اي نعم، او محمود كان حد ماسكه من ايده اللي بتوجعه علشان الحاجه اللي كانت موجوده على التليفون والتسجيلات والوعود. وخدوا بالكم ان حد كان متصل بمحمود وهو اللي قايل له خلصت ولا لسه. ديك المكالمه اللي كانت سمعاها دعاء، المكالمه اللي سمعتها دعاء وقالت برضك للمحامي احمد حساب عليها ان انا سمعت. وكمان على فكره ابو دعاء واخو دعاء طلعوا وقالوها ان بنتنا قالت ان سمعت محمود قبلها بيوم وهو بيكلم حد وبيقول له خلصت ولا لسه، قال له لا لسه. يعني معنى كده ان كان في حد مستني خبر فاطمه، في حد كان قايل لمحمود. ما هو مش معقول 3 اشهر خطوبه ويعمل فيها كده. الخطوبه من الاول كانت غلط، الخطوبه من الاول كان داخل ان هو عايز يخلص حساب، ان هو خلى خطيبها الاولاني يسيبها بسبب ان هو عايز يخلص حساب. طب هو الحساب اللي عايز يخلصه دوت هو من مين؟ على فكره في الاول وفي الاخر هيطلع حد من عند اهل فاطمه كان عارف الليله كلها، وبكره هتشوفوا. طب هي دعاء بريئه؟ قلنا 1000 مره محدش يقول لي ان دعاء بريئه. دعاء مش احنا مش عشان بنقول ان دعاء مش بريئه معنى كده ان دعاء هي اللي عملت كده او خلصت عليها. لا، دعاء مشاركه، دعاء كان ليها دور، دعاء كانت عارفه كل حاجه قبليها بيوم، دعاء كانت عارفه ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتباع والناس دي بتتاجر في ايه والناس دي بتجيب قرشها منين. دعاء مش عبيطه، دعاء كانت بتبص على الاستاذ احمد حساب علشان تبتسم له وتضحك له والناس تكره الاستاذ احمد حساب وتقول ده شكله كده على اتفاق مع دعاء. دعاء كانت عايزه توقع الاستاذ احمد حساب في الغلط، كانت عماله تبص له علشان تقول له انا اهو يلا بصلي علشان الناس تاخد عنك فكرة تانية. في حد يقول لي طب الأستاذ أحمد شمس هو اختفى ليه؟ الأستاذ أحمد شمس فعلا سمع وعرف اللي ما كانش حد عايز يسمعه ولا يعرفه، علشان كده يعني خد جنب وقال لك ابعد عن الشر وغني له. الناس دي تقيلة، الناس دي مسنودة، الناس دي وراها حد. أول حاجة الهدوم اللي كانت في الأوضة جنبي فاطمة الله يرحمها في مسرح الجريمة، الهدوم دي كانت جديدة وهدوم هيثم، والبنطلون بتاع محمود، البنطلون ده اللي كان لابسه ساعة ما حد كان بيسجل معاه قبل كده. في حاجات كتير قوي باينة وباين قوي مين اللي خلص على فاطمة ومين اللي عمل كده. الأستاذ أحمد حساب بيقول الجلسة الجاية هيبقى فيها مفاجآت كتيرة قوي. طبعا هم قبضوا عليهم ضبط وإحضار لشهد ومحمود، وبعد كده سبحان الله اتفاجئنا باختفاء البطايق. واحدة قالت أنا مش مطلعة بطاقة أصل أنا عندي 19 سنة ولسه صغيرة، والتاني قال لك البطاقة مش معايا. ازاي وانتوا جايين من اسم الجنوب؟ جايين من اسم الجنوب يا جماعة، ازاي جايين من اسم الجنوب وهم معهمش بطايق؟ عايزين يعني نعقلها ازاي في الاسم نفسه ما قالهمش فين البطايق بتاعتكم؟ يعني اللي جايبهم اسم الجنوب. تخيلوا انتوا واخدين بالكم احنا في ايه؟ يعني تبع اسم الجنوب، جايين من اسم الجنوب، اسم الجنوب هو اللي جايبهم. فين البطايق؟
فين البطايق؟ اسم الجنوب جايبه من غير بطايق ازاي؟ يعني الموضوع كده فيه ايه يا جدعان؟ فيه ايه بجد والله؟ هو احنا كلنا كده شربنا الشاي ولا ايه الدنيا؟ فعشان يجيبهم على المحكمة مش هيقول لهم فين البطايق بتاعتكم، ولا يخش قاعة المحكمة من غير بطايق؟ دي تيجي ازاي؟ تتعقل ازاي ديت؟ فعلشان كده بنقول الجلسة الجاية فيها مفاجآت، والاستاذ احمد حساب بيواعد الكل ان في اسئلة ويعني مفاجآت كبيرة. ده اللي احنا هنشوفه وهنعرفه، واستنوا بس كده علشان كل يوم بيظهر حاجة جديدة قوي. مستنياكم في التعليقات تسألوني اي سؤال وانا عيني ليكم. مع الف سلامة.